السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم على قناة علاء هشام. قناة من هنا بنشرح فيها مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي. نتكلم النهاردة عن الوحدة الثانية وهو الدرس الأول. الوحدة الثانية بتتكلم عن الطاقة الضوئية، والدرس الأول بيتكلم عن المرايا، والدرس الثاني بيتكلم عن العدسات. بس أنا هشرح في النهاردة الوحدة الثانية الدرس الأول اللي هو المرايا. اولا كده قبل ما اخش على الدرس واخش على المرايا والتفاصيل المهمه اللي موجوده في المرايا، انا عايز افهمك الاول يعني ايه مرايا. عايز افهمك الاول بعض المشاهدات اللي هتسهل علينا الدرس قدام. اولا كده لو جيت بصيت على بحيره واقفه كده، بحيره واقفه وجيت بصيت فيها، هتلاقي ان بيحدث انعكاس للمشاهدات اللي جنبها او صور الاجسام اللي جنبها. مثلا بيبقى فيه اشجار، بيبقى فيه صور اشجار جنبها. لو في عربيات، العربيات بتبان فيها والاشجار بتبان فيها، كل حاجه بتبان فيها. ده بيحدث ايه؟ ده في المرايا وفي الوحده بتاعتنا. عايز اقول لك على حاجه تاني. حاجه لو جيت بصيت على مرايه قدامك، هتلاقي ان هي ايه؟ بتبص فيها بتعكس الحاجه اللي موجوده قدامها. تمام. دي الحاجه التانيه اللي عايز اقولها لك، ان هي بتكون صوره، صوره وجهك. ويفسر ذلك بحدوث ظاهرة انعكاس الضوء. الحاجة دي اللي بتحصل دي ظاهرة بتسمى ظاهرة انعكاس الضوء. طيب، لما احنا بقى عرفنا كده، في بقى تعريف معانا اسمه تعريف انعكاس الضوء، هو ارتداد أشعة الضوء إلى نفس وسط السقوط عندما يقابل سطح عاكس. ده هسميه سطح عاكس، وده أشعة الضوء أهو. أشعة الضوء أهو، لما أفتح الضوء هيحصل إيه؟ أنا سطح عاكس بيعكس الضوء، هيروح كده وهيرتد. ويرتد ويرجع تاني، مش هيمتص، لا مش هيمص، لا هيرده تاني، هيلبسه تاني. فهو بيقول لك ارتداد أشعة الضوء إلى نفس وسط السقوط عندما يقابل سطح عكس. تمام تمام. ده تعريف انعكاس الضوء، إن هو بيحصل إيه؟ بيحصل له ارتداد للأشعة بتاعته إلى نفس وسط السقوط. السقوط هو ده وسط السقوط، إلى نفس وسط السقوط. ده الوسط بقى، وده السقوط أهو، ده الوسط بتاعه. فيحصل ارتداد لأشعة الضوء إلى نفس وسط السقوط، ماشي، عندما يقابل سطح عاكس اللي هو ده. ده تعريف انعكاس الضوء. في حاجة اسمها، أو في تعريف بقى مرتبطة بانعكاس الضوء، زي الشعاع الضوئي الساقط، والشعاع الضوئي المنعكس، وزاوية سقوط الشعاع الضوئي، وزاوية انعكاس الشعاع الضوئي. تمام تمام. تعالى ناخد كل تعريف فيهم ونفهمه بالراحة. ده الحاجات دي مهمة جدا وبتيجي في، يعني ده تبع الواحد أو تبع الدرس. أولا الشعاع الضوئي الساقط، احنا مش قلنا إن ده وسط السقوط وده السقوط وده الانعكاس؟ الشعاع الضوئي الساقط اهو، والشعاع الضوئي المنعكس اهو. اظن فهمتها. عايز بس واحد يفهم لغة عربية ويبدأ يعرف. ده سطح المنعكس اهو، وده زاوية السقوط، وده السقوط اهو. الشعاع الضوئي الساقط اهو ونازل ساقط، والشعاع الضوئي المنعكس. يبقى تعريف الشعاع الضوئي الساقط: الشعاع الضوئي الساقط هو الشعاع الضوئي الذي يسقط على السطح العاكس ويلامسه عند نقطة السقوط. ده نقطة السقوط، ده الشعاع الضوئي الساقط. طب الشعاع الضوئي المعاكس هو الشعاع الضوئي الذي يرتد على السطح العاكس ويلامسه عند نقطة السقوط. تمام تمام. هناخد بقى زاوية سقوط الشعاع الضوئي. زاوية سقوط الشعاع الضوئي هو الزاوية المحصورة، بالراحة، هو الزاوية المحصورة بين ايه وايه؟ بين الشعاع الساقط. ما قلت لك زاوية سقوط الشعاع الضوئي يبقى محصورة بين ايه؟ بين الشعاع الساقط والعمود. هعمل عمود مقام على السطح العاكس، يبقى هو ده العمود اهو. هو الزاوية المحصورة بين شعاع الضوء الساقط والعمود. طب زاوية انعكاس الشعاع الضوئي هو الزاوية المحصورة بين الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام على سطح العكس. بخير خلصنا الجزء الأول. في قوانين انعكاس الضوء. في تجربة المفروض كنت أقولها لك، بس تجربة ما أعتقد إن هي مش ملاش لازمة ومش هتفهمها. فأنا جبت لك الملخص بتاع القوانين بتاع انعكاس الضوء. هما كام قانون؟ قانونين، احفظهم وافهمهم وخلصت. هفهمهم لك بالراحة وتحفظهم. القانون الأول هو بيقول لك زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. ده القانون الأول في قوانين انعكاس الضوء. القانون الثاني بيقول لك الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس. يبقى الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام على السطح العاكس كلهم دول بيقعوا فين؟ بيقعوا جميعا في مستوى واحد، وهو واحد عمودي على السطح العكسي. هاجي سؤال يقول لك ماذا يحدث عند سقوط شعاع ضوئي عمودي على السطح العكسي؟ تمام. لو وقع شعاع ضوئي عمودي على السطح العكسي، عمودي كده،
وقع عليه كده عمود هيرتد عموديا أو سيرتد على نفسه، لأن كل من زاوية السقوط وزاوية الانعكاس كلتهم بتساوي. تعال نخش بقى في أنواع المرايا. بص يا حبيبي، المرايا دي ليها نوعين: مرآة مستوية، ومرآة محدب. مرآة اللي هي بقى بنسميها مرآة كارية. يعني ايه كارية؟ يعني كروية، بس هي اسمها كارية. الكارية ديت ليها نوعين: مقعرة ومحدبة. يبقى انت فهمت ان المراية اصلا نوعين: مرايا مستوية وكارية. الكارية ديت نوعين: محدبة ومقعرة. مظبوط. تعالى بقى نخش على اول حاجة: المرآة المستوية او المرايا المستوية. خواص الصورة متكونة من المراية المستوية. المراية المستوية اللي هي المراية الموجودة عندك في البيت، بيبقى مراية كده موجودة عندك في البيت، تبقى مستوية، مش مقعرة ولا محدبة ولا أي حاجة، بتبقى مستوية كده. خواص الصورة اللي بتطلع من المراية المستوية: أولا بتكون صورة تقديرية. أو الصورة التقديرية يعني إيه؟ هناخدها دلوقتي بعد خلص بس خواص الصورة المتكونة. بتكون تقديرية، بتكون مستوية، بيكون طول المسافة اللي بنسميها إيه؟ مسميها بعد الجسم عن سطح المرآة يساوي بعد الصورة عن سطح المرآة. أنت فاهم؟ بعد الجسم عن سطح المرآة بيساوي بعد الصورة عن سطح المرآة. البعد يعني بيساوي الإيه؟ بعد الجسم عن سطح المرآة يساوي بعد الصورة عن سطح المرآة. أنت فاهم؟ الصورة ذات نفسها تكون نفس البعد بينها وبين سطح المرآة، هي نفس طول البعد بيني وبين المرآة دي. يبقى تقديرية، وبعد الجسم على سطح المرآة يساوي بعد الصورة على سطح المرآة. معتدلة، ما بتكونش معوجة أو غيره. ثانية كنت بتكون معتدلة. يبقى لحد دلوقتي خدنا 3. بتكون مساوية للجسم في الحجم. انت لو وقفت قدام المرآة كده هتلاقي حجمك هو نفس الحجم اللي موجود قدام المرآة. معكوسة الوضع بالنسبة للجسم. خامس حاجة معكوسة الوضع بالنسبة للجسم. سادس حاجة: المستقيم الواصل بين الجسم والصورة يكون عمودي على سطح المرآة. المستقيم الواصل بين الجسم والصورة يكون عمودي على سطح المرآة. تمام؟ تمام. يعني ايه الصورة التقديرية؟ هي الصورة التي لا يمكن استقبالها على حائل. فهمتش برضه؟ يعني الصورة اللي ما ينفعش امسكها. ازاي؟ هتقول لي هو انا ينفع امسك صورة؟ قصدي الفيديو ده انا لما تيجي تصور بتليفونك فصورت، فانت عايز تطلع الصورة دي في حائل، او الحائل ده اللي هي ايه بقى؟ اللي هي التذكار، او الصورة اللي احنا بنروح نصورها عند الراجل علشان يطلع لنا صورة مثلا 5 في 6 2 في 6. فالصورة التقديرية التي لا يمكن استقبالها حائل، ما ينفعش امسك الصورة دي واعمل لها صورة كده مجسمة يعني. اللي هي الصورة التقديرية. طبعا ليه الصورة التقديرية اللي يمكن ليه الصورة اللي هي بتطلع من الصورة اللي بتطلع من المراية المستوية لا يمكن استقبالها حائل؟ ليه؟ لأنها صورة تقديرية. تعريف: لأنها صورة تقديرية تتكون خلف المرآة. هي بتتكون خلف المرآة، ما بتتكلمش عن المرآة، هي بتتكون خلف المرآة من تلاقي امتدادات الأشعة الضوئية اللي طالعة منك. هنخش على المراية الكارية اللي هي المقعرة والمحدبة. أولا المقعرة بنسميها مجمعة، أما المحدبة بنسميها مفرقة. ليه بنسمي المقعرة مجمعة؟ لأنها تجمع الأشعة الضوئية تجمع الأشعة الضوئية المتوازية الساقطة عليها بعد انعكاسها. ليه مسميها مفرقة؟ لأنها تفرق الأشعة الضوئية. معنى تعريف المراية المقعرة: هي مرآة سطحها العاكس خارجي. المجمعة جمعة، يبقى خارجي جي. احفظها من دي. يبقى هي مرآة سطحها العاكس جزء من سطح آه، لا معلش انا اعكس. انت لما تقول مجمعة خارجي، لا اعكس. مجمعة داخلي، يعني المرآة سطحها العاكس جزء من السطح الداخلي لكرة جوفاء. اما المحدبة هي مرآة سطحها العاكس جزء من السطح الخارجي. انت فاهم؟ الخارجي مع المفرقة او المحدبة. اما المقعرة فهي مرآة سطحها العاكس جزء من السطح الداخلي لكرة جوفاء. يبقى عرفنا ان المرايا الكارية نوعين: مقعرة ومحدبة. مقعرة يعني مجمعة، محدبة أو محدبة يعني مفرقة. عرفنا ليه سميناها مجمعة وليه سميناها مفرقة. طيب المقعرة اللي هي المجمعة هي مرآة سطحها العاكس جزء من السطح الداخلي لكرة جوفاء. أما المحدبة اللي هي مفرقة هي سطحها العاكس جزء من السطح الخارجي لكرة جوفاء. في بعض التعريفات المهمة زي مركز تكور المرآة: هي مركز الكرة التي تعتبر المرآة جزءا منها. قطب المرآة هي نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرآة الكارية. نصف قطر الكرة هي نصف قطر الكرة التي تعتبر المرآة جزءا منها.
ان شاء الله ده الجزء الاول هنحط ان شاء الله لو جاب مشاهدات كتير هننزل على طول بالجزء الثاني، وعليه ان شاء الله بقى الاسئله اللي هتثبت لك الدرس ده. هقول لك وهقول لك تاني وتالت ورابع، اهم من الشرح الحل والمراجعه، وانك تذاكر كويس وتحفظ الحاجات المهمه اللي انا قلت لك عليها. اخر شويه تعريفات دول تخلي بالك منهم، حاجات سهله وبسيطه ولذيذه يا صديقي. اتمنى لك كل التوفيق في حياتك الجايه، وكده نبقى خلصنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.